هو رجيم البطيخ. احنا اليومين دول بطيخ كده الأول. طبعا كله بيحبوا البطيخ بس البطيخ ده غير جدا. رجيم البطيخ ده شكل من اشكال الرجيمات الكيميائيه، بس هنشرح تكوين البطيخ ايه هو الاول. البطيخ على فكره 85% ميه و10% الياف و5% سكر، فالناس ما تخافش. البروتين بقى اللي في البطيخ كتير قوي موجود في اللب، فبرضه مش هنأزز اللب. تنسيب اللب احنا ناكل بطيخ بس. البطيخ ده هناكل بشكل لطيف جدا ان احنا ناكل البطيخ ده على 3 وجبات في اليوم. ربع بطيخه في كل وجبه. بس فطارنا الصبح هيكون حاجه جميله قوي ان احنا فطارنا الصبح هيكون ربع فرخه. نفطر الصبح ربع فرخه صدر بس، يعني نص الصدر مسلوق ومتشوح على النار من غير زيوت. ازاي؟ هنحطه في الطاسه نار هاديه جدا عشان انشف لو اي دهون زايده فيه، وطبعا مش شايل الجلد بتاعه. وهاكل معاه طبق سلطه خضراء صغير. ده في الفطار الصبح عشان معظمنا بنقوم بمهامه او عمله او بيبقى مجهود كتير جدا، فانا محتاج اخد قيمه غذائيه الصبح مرتفعه وشويه سعرات لطيفه عشان الجسم كمان يبدا احفزه ان انا مش هديله سكر كتير، فيبدا يدوب الدهون اللي موجوده عنده ويرجعها تاني بشكل الجلوكوز اللي هو سكر الدم ويستهلكها في طاقه. غدانا بقى هيكون ربع بطيخه بس، ووجبه بينيه بين الغداء والعشاء ربع بطيخه، والعشاء بالليل قبل النوم ربع بطيخه كده. احنا كده مش هيحصل لنا انيميا دم. احنا كنا بناكل لحوم الصبح ربع فرخه، او ممكن ناخد قطعتين فراخ بانيه مقليين على فكره بالدقيق والبقسماط عادي جدا، ما تقلقش منه، لان احنا ما بناخدش عيش ولا رز طول اليوم، وباخد معاهم سلطه خضراء فيها كل الاملاح المعدنيه والفيتامينات اللي انا محتاجها، فما تقلقوش خالص. ده هننزل على الاقل 4 كيلو او 5 كيلو اول اسبوع واحنا مرتاحين ومن غير ما نحس بدوخه وما نحس بمشاكل. ممكن